اكتشفت يا جماعة أن الأمراض تأتي من 3 أسباب، والحقيقة بعد ما قرأت في فلسفة الطب قراءات متوسعة رصدت هذه ال3 وشككت في نفسي، فعرضتها على البروفيسور الدكتور الخضيري الصديق الغالي، فيوم سمعها مني قال لي أحمد وفقت أيما توفيق في رصدها، خلونا نتكلم عنها. أولا من أول أسباب الأمراض هو الأشياء اللي تأكلها. المعدة بيت الداء والحمية الدواء، والبدو يقولون العافية في أطراف الجوع. إذا كل ما كنت محافظ على الأكل وأكل بكميات بسيطة وأكل نظيف سلمت من الأمراض. خلصنا من الأولى، نجي للثانية. ما هي الثانية؟ هي تصرفاتك. الغضب الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغضب. الغضب يرفع السكر، الغضب إذا هي صفاتك اللي تسويها، السهر، الغضب، الأفعال التي تؤدي إلى أمراض. انتهينا من الثانية، بقي الثالثة. سألتوني عن الثالثة، شكرا. ايوه انت اللي هناك تسأل، شكرا على سؤالك. الثالثة هو ما تحتفظ به من المشاعر والعواطف السيئة، مثل ايش؟ الكراهية، الحقد، الحسد، الحزن. يعقوب وابيضت عيناه من الحزن، تحول الحزن وهو مرض معنوي إلى مرض حسي وهو العين. الشافعي يقول: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، يعني ارتحت. والآيات كثيرة في هالموضوع، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا هذه الثلاثة، وهذه الثلاثة للأمانة ترى لطشتها من فيلسوف الطب أبو قراط اليوناني، قال إن الأمراض تأتي مما تأكله ومما تفكر فيه ومما تحتفظ به. والخضيري جزاه الله خير أيدني. وخلاص، لا حد يقول لي بعد كذا وش فلسفة الطب، قضينا.